السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الإبدان وشفاها ونور العيون وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا أحلى متابعين؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب أشوفكم في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد. عندي النهاردة كيلو دقيق هنعمل بقى الكسكسي. احنا عملناه مع بعض قبل كده، بس هي في ناس يعني طلبته مني فانا هعمله لهم النهاردة، فقلت بقى ايه شارككم معايا الفيديو وتشوفوه مرة تانية يعني. بحب بقى قبل ما ابدأ اقول لحبايبي اللي بيشوفوني لاول مره يشتركوا معايا في قناتي ويفعلوا زر الجرس ويدوسوا على الكل عشان توصل لكم اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي جربيها قولي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر ولا تبخلوش عليا باللايك. وحابه كمان اقدم خالص الشكر لبنتي وحبيبتي ونور عيني، وربنا يسعدها يا رب في ولادها. حبيبه قلبي مش عايزه اقول اسمها عشان ما اعملهاش مشاكل، حبيبتي اللي جابت لي البوله دي. ربنا يكرمك يا حبيبتي ويسعدك في ولادك وما تحرمش منك ابدا، وربنا يكبر بخاطرك يا رب ويجازيك كل الخير ويبعد عنك كل الامراض ويا رب اشوفك يا نسمه. قلت نسمه برضه، يلا زي بعض فاحسن صحه واحسن حال. انا مش قادره يعني ما اقولش اسمك، وطبعا انت يعني عزيزه على قلبي، ربنا هو وحده اللي يعلم انت بالنسبه لي ايه. ربنا يديمك نعمه في حياتي يا نسومه وكتر الف خيرك وشكرا ليكي. حاجه فخمه جدا وحاجه جميله جايباها هديه للقناه، هي من ايكيا، فربنا يسعدك يا نسمه وما تحرمش منك ابدا ويزيدك من فضله. هنا بقى دي الصينيه دي كده هفضي فيها كيلو الدقيق. واحط عليه رشه ملح كده خفيفه. هنا بقى انا حطيت في البخاخ ده ميه علشان اقدر اتحكم فيها، عشان انا عايزه الدقيق بتاع الخسخسي يبقى عامل زي الرمله المبلوله، فلو انا كبيت ميه ممكن تيجي كتيره ويعجن مني وما يطلعش ناجح. فانا هبخ كده واقلبه بقى كده. هفرك بقى الدقيق كده وابصه كده اخني برص كحك لحد ما الاقي الدقيق عمل بقى زي الرمله المبلوله. وعشان بقى ما اطولش عليكم هكمله وارجع لكم. هنا خلاص اول خطوه اهي اتعملت. انا بخيت عليه الميه وفلفلته كده اهو، شايفين مفلفل مش معجن خالص. دي اول خطوه. تاني خطوه بقى انا جبت الكبه وهضربه فيها شويه شويه كده. دي بقى تاني خطوه. احط بقى في الكبه شويه كده واضربهم، وعشان صوت الكبه ارجع لكم. هنا عندي الحله السلسيل دي حطيت فيها اقل من نصها ميه. وهنا بقى عندي انا عملت اهو في الكبه، ضربته في الكبه فرمته يعني. وبعدين عندي هنا الشاشه دي غسلاها وغلياها ومعقماها وشايلاها في كيس كده في مكان ما يكونش يجي ناحيتها بقى روايح ولا اي حاجه ولا طلقت ريحه ولا حاجه. وبعدين انا المصفى دي عندي تلبس في الحله، وانا حطيت المعالق دي عشان ترفع الشاشه عن الميه احسن. عشان كده انا كمان حاطه هنا الميه اقل عشان ما تحصلش الشاشه.
كده بقى وهغطيه، هلفه كويس واطبق عليه. وهنا بعد ما طبقت الشاشه عليه حطيت غطا الحله كده، ومجرد بقى ما احس ان هو انا هعرف هو يستوي ازاي، بنشيل الغطا وبنخبط كده على الشاشه، بنلاقيه كده يطبل زي ما كانت امنا الله يرحمها بتعمله. تابعوني بقى لاخر الفيديو. هنا بقى خلاص اهو داخل على السوا، سامعين كده الطبله خد حوالي ساعه الا ربع. هطفي بقى عليه وافضيه بقى واحط له بقى اللبن والسمن وارده الرده التانيه وارجع لكم. هنا بقى خدته في الكبه وشي كمان بعد ما عملته اول مره، شايفين اهو كده بقى اسخن السمن واحط له الاول شويه لبن ارده بيهم، وبعدين احط له السمن البلدي. تابعوني لاخر الفيديو. هنا بقى عندي نص كوبايه لبن، انزل بقى كده بيها واشربه كده. هنا بقى سخنت السمن وهنزل بقى عليه كده نص كوبايه سمن، وبعدين بقى وانتي بتاكلي حابه تزودي له سمن سايح زودي له. هنا بقى دي الرده التانيه، هحطه بقى في الشاشه واحطه تاني في المصفى وعلى الحله وارجع لكم. كده بقى بعد ما حطينا له السمن واللبن كده رديته الرده التانيه، حطيته هو برده في الشاشه وعلى المصفى وولعت عليه النار وهقفل عليه بقى واغطي عليه. ودي الرده التانيه، دي اخر مرحله. كده خلاص اهي دي الكميه بقى اللي طلعت من كيلو دقيق، شايفين ما شاء الله كميه كبيره جدا. لو وزنتيها تطلع 2 كيلو. طبعا شوف الكيلو بيتباع بكام، وطبعا ما تضمنيش بقى النظافه، عامله حاجه بقى في لاولادك في بيتك بنظافه وانت ضمناها. كده بقى نغرف بقى في الطبق ونحط له بقى مكسرات، نحط له جوز هند مبشور، جوز هند وزبيب، كل المكسرات بقى اللي عندك. وده كده بقى طبق الكسكسي بتاعنا. حطيت له سكر بودره او سكر حبيبات ما فيش مشاكل، وحطيت شويه مبشور جوز هند، وكان عندي شويه فستق كده فايدين من رمضان في التلاجة حطيتهم. ولو عندك زبيب حطي اي مكسرات عندك تحطيها. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى اللقاء في وصفه جديده في فيديو جديد. وتحياتي من قناتي، وما تبخلوش عليا باللايك وشيروا الفيديو لاصحابكم وجربوه وقولوا لي في التعليقات. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.